يقول له ما يرجع على ابوك. يا هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. يوم رجعنا لكم بفيديو جديد، وفيديو مثل ما شفتوا بعنوانه يعني كارثه جاي يصير بالعراق، وخاصه بمحافظه النجف. البارحه اللي صار مو طبيعي. حسون شنو رايك بهذا الشخص اللي قتل هذا الولد اللي ما يتجاوز عمره 13 سنه يمكن او 14 سنه؟ يعني هسه هذا الرجال اللي قتله، يعني وين غيرتك؟ وين شرفك؟ يعني شنو ذنبه هسه هذا؟ والله طفل طالع بالشارع يشتغل على باب الله وتجي انت تذبحه، يعني شنو ذنبه؟ قلبك ايش قال؟ يعني قابليتك، هاي قابليتك شلون يعني؟ امه من صعدت بالسياره يعني وتدق وتلطم، والله العظيم يعني خلونا نشوف احنا وياكم هذا المجرم او هذا الشخص بعد ماكم شو راح يسوي لنا. خليكم ويانا. يقول له ما يرجع على ابوك. هذا يعدل معك، هذا يعدل معك. هذا واحد نذبح على طفل بسوق بالانصار، على طفل بسوق بالانصار. يعني هسه هذا الشخص شنو عقوبته؟ شنو يستحق؟ والله الاعدام قليله بحقه. ما هيك الازمه دكلات، الله شاهد دكلات تطيحنا. يعني هذا الشخص كل شيء تسوي به صراحه قليله والله. يعني ان شاء الله نطلب من القضاء او من الحكومه العراقيه تتخذ قرار تسوي عبره لكل شخص يسوي هيك شيء. نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه. نشوفكم بفيديو جديد، مع السلامه.